تمام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا دي بدايتنا يعني على اليوتيوب ان شاء الله، باذن الله هننتظم. انت مين؟ انا علي، 17 سنه. طبعا الفيديو دوت طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني لا معمول له بقى مونتاج بقى ولا ايديت ولا بقى ايه شوطات من هنا ولا انترو ولا هوك ولا الكلام ده كله ولا سكريبت حتى. يعني الكلام نابع مني ليك كده، كني بكلم واحد صاحبي، او كني بكلمك او بكلمك. طبعا يا جماعه بكلمك عادي، يعني اللي هو حاجه هتفيدك، عشان عارف في ناس هنا دماغاتهم المظات. مهم، ايه انا او ايه رسالتي، او انا عايز اقول ايه من الاخر يعني. طبعا يا جماعه القناه دي طبعا او محتواها بنتكلم عن حاجات مفيده، حاجات توعيه للشباب دماغاتهم تتفتح عن كده، حاجات يعني هخليك من الاخر كده واحد دماغك عايشة حياة وتجارب ناس كتير قوي لسه يا عيني هيعيشوها امتى؟ بعد 30 سنة. تمام. فالكلام ده مفيد، وكمان مش مفيد، مش الكلام ده بس كده، لا احنا باذن في الفيديو دوت هنطبق عملي في حاجات كده معينة. تمام. انت عايز تقول لي في الفيديو اللي انت بتتكلم فيه دوت، كلامنا في الفيديو دوت عن السوشيال ميديا. بدأنا السوشيال ميديا يا حبيبي. انا قاعد في الفيديو ده دلوقتي وما اشوف مذاكرتي، انا واحد في ثالثه ثانوي، لسه انا برضه في ثالثه ثانوي عادي يعني. فلو لو عرفنا بس نوقف، يعني لو عرفت تكمل فيديو فشكرا يعني. تمام. ممكن في ناس كتيرة، انا عادي، انا قلت والله يعني انا باذن الله القناه ديت يعني ايه هتكون مرجع يعني لشباب كتير، والشباب سواء ولد ولا او بنات يعني. اللي انا عايز اقوله من الفيديو ده من الاخر يعني كده ايه، السوشيال ميديا يا جماعه ديت بجد، حاول على قد ما تقدر انك دلوقتي حالا تبتدي تستغل السوشيال ميديا لصالحك. لا بص يا عم انت، يعني بس بيقول ايه لما كان دوت حاجه، لما اخلص مثلا دراسه أبقى بسمع لك الفيديو ده. صدقني بجد انت مش هيبقى اكبر ندم في حياتك انك ما عملتش حاجه دلوقتي. جماعه في ناس كتيره بتقول لك، في مصطلح كتير قوي بسمعه، اللي هو ايه، انا عايش في العصر الحجري ومش هستخدم السوشيال ميديا يا عم، دي تضييع وقت، دي بلاء، دي. تمام. السوشيال ميديا يا جماعه دي عامله، هي بص هي حرفيا بجد منجم ذهب. يا اما تستغله بجد يعني وفعلا هتعمل لنفسك براند، يا اما هينزلك سبع، يا بص يعني هو يطلعك سبع سما، ينزلك سبع ارض. صح مش انت كده؟ تمام. طبعا انا في الفيديو دوت زي ما قلت لكم برضه مش محاضره اي سكريبت بتاعي، انا بتكلم كده عادي. انا واحد 17 سنه اهوت، تفكيري ان انا باذن الله لما اوصل 20 سنه بقدم دايما محتوى وكده، اتعرف واتشهر قدام باذن الله، وابقى عملت براند يعني فاهم اللي هو من وانا صغير، فاهم. عشان في شباب كتير يعني للاسف يقول لك ايه، لا بص يا برنس، انا في ثانوي فانا لسه طالب، فطالما انت لسه طالب يبقى انا لسه طالب، لسه ما عنديش مسؤوليه، لسه انا لسه طالب، لسه اخد مصروف من بابا وماما، وفي مسؤوليه يا عم ومهارات ايه وبتاع. الكلام ده لما نتخرج، الكلام ده لما نخش جامعه، الكلام ده لما نتخرج ونشوف الحياه عامله ايه بعد 30 40 سنه. مش عارف بجد يا جماعه التفكير ده يا جماعه، خلاص بقى يا جماعه ننهيه بقى شويه، وابدا اعمل حاجه دلوقتي. لو مكسل تعمل قناه على اليوتيوب دلوقتي، قوم دلوقتي اعملها. هتقولي اصل انا مكسوف، اصل بنت خالتي لو شافت الفيديو هبقى مكسوف مثلا، ولا صحابي لو شافوا ايه ده انا هيتريقوا عليا. لا يا عم، بتاع ايه وفيديوهات ايه وهبل ايه، انا اصلا ماليش دعوه بالقناه بالموضوع، انا هروح اذاكر. فيبدا بقى يشوف لنفسه 50,000 حاجه، وفي الاخر ما بيروحش يذاكر في الاخر يعني. تمام. احنا عارفين اللي فيها. تمام. تاني حاجه يا سيدي، حتى انت بتذاكر ابدا اعمل لنفسك دلوقتي حاجه هتفيدك قدام. انت اتعلم مهاره يا عم، اتعلم حاجه زي التصميم او المونتاج او الترجمه او الكتابه او الحاجات اللي هي اللي ليها علاقه بالفريلانسنج والكلام ده كله. يا جماعه الكلام ده كله والله العظيم بجد، يعني انت لو استغلتوا الموضوع ده بجد يا جماعه من صغرك هتفرق قدام. ما تقعدش تقول لي اصل انا ثانوي، اصل انا في ثانوي فهستنى لما اخش جامعه. وانا اقول لك بقى اللي هيحصل بقى، هتخش جامعه هتقول لي اصل انا بقى هستنى لما اتخرج.
فيبقى عندك 25 سنه. تمام يا عم استنى، هيبقى عندك 25 سنه وتتخرج. وبعد ما تتخرج، لا استنى، لما احنا لسه في البدايه، احنا لسه برضو متخرجين، فاحنا محتاجين برضو ايه، نخش الحياه العمليه شويه. هنخش سنتين كده ايه، تدريب، سواء بقى انت اتخرجت من ايه. تمام. تمام، اتخرجت سنتين تدريب، 27 سنه يعني. بعدين لا استنى بقى، ايه ده، ايه هوب الضغط المجتمعي لبسك في ايه ده، انت لازم تتجوز، انت لازم تخلف، انت لازم مش عارف ايه، هوب تلاقي نفسك عندك 30 35 سنه. قلت ايه، انا كبرت خلاص بقى، انا هقعد وهخلي وباذن الله لما يعني لما اجيب ولد ولا بتاع، هبقى اعلمه. ايه اللي انت عملته في نفسك ده؟ لا بجد، ايه اللي انت عملته في نفسك ده؟ كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان حاجه واحده، كل ده عشان انت مكسوف بس، مش اكتر. كل ده عشان انت مكسوف، مش حاجه. انت مش عايز تبقى مختلف، عايز تبقى احنا كلنا في الهوا سوا، كلنا زي بعض، كلنا لازم نبقى شبه بعض، كل نفسي عايز امشي بتقاليد المجتمع، اللي هو ايه، اللي هو عادي، انا لسه صغير، انا لسه طالب، ما ينفعش افكر في حاجه دلوقتي، افكر في الدراسه بس، اتخرج وافضل في جامعه او في ثانوي، لسه ما افكرش في اي حاجه، لسه ما افكرش يعني ايه مسؤوليه. انما العيال بيفكروا يعني مسؤوليه من دلوقتي، ايه العبط اللي انتوا بتعملوه دوت والكلام ده كله. صدقني بجد، انت هتبقى من اغبى القرارات في حياتك ان انت لو ما استغلتش دلوقتي، مش مثلا كمان اسبوع او بكره، من دلوقتي. لو انت ما عملتش حاجه فعلا، يعني انت قوم دلوقتي في الفيديو زي ما بقولك دلوقتي، قوم دلوقتي اقفل الفيديو وروح اتفرج دلوقتي على حاجات ليها ان انت تشوف شغفك فيها، وتكسب فلوس فعلا. يعني انت مثلا، اصل انا مش عارف شغفي فين، خش شوف مثلا قنوات على اليوتيوب كتير قوي. شوف مثلا وائل السلوكي، ما شاء الله محتوى حلو، وبيقدم محتوى عن الفريلانسنج وكده. خش قناة احمد السباعي، خش شوف احمد ابو زيد بيقدم محتوى كويس جدا. اتعلم تصميم، اتعلم مونتاج، اتعلم ترجمة، اتعلم كتابة، اتعلم حاجات كتير قوي هتفيدك. طب يا عم انا اصلا انا يا عم دخلت كل المجال دي وماليش شغف فيها، افتح قناة يوتيوب. بص على فكره يا جماعه، اليوتيوب ده يا جماعه من اسهل الحاجات انت ممكن تعملها اصلا، حاجه حلوه وبتحببك في نفسك. بس العيب الوحيد، مش عيب، هو العيب فيك انت او فيكي انت. تمام. العيب الوحيد ان انت مكسوف من ماما او بابا مثلا، ايه ده بابا شافني، او بنت خالتي، يا لهوي لا. عشان انا سمعت من واحد صاحبي بيقول لي ايه، بيقول لي مش لازم ابقى انفلونسرز، مش لازم اكون يوتيوبر، مش لازم اكون حاجه جامده قوي. يا عم هو الحمد لله، طبعا الحمد لله على كل حاجه، بس ان انت تكون مؤثر ده من اهم الحاجات، وخصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت. انت لازم تكون مؤثر، ولازم فعلا تبدا تشتغل على نفسك من صغرك. شغل بقى، اصل انا هخش مثلا، او انا هطلع باذن الله يعني ان شاء الله، هبقى اطلع دكتور او مهندس. يا عم ان شاء الله باذن انت بتطلع دكتور ومهندس، ما قلناش حاجه، بس انت فرضا، عشان يا جماعه احنا التنسيق السنه دوت، وكان ده مش محبط تاني، كان ده مش محبط لاي حد. يعني مش ما تخش الكلمه ده ان هو ايه، يا عم انت بتحبطني كلها عشان احنا نمتحن وانت بتقول لي مش عارف ايه. لا، الكلام ده يا جماعه يديك تحفيز اكتر. انت ما تعرفش بكره في ايه، بعده في ايه، بعد شهرين ايه اللي هيحصل. ما انت من دلوقتي مش وقت كسوف، تفضل تتكسف، بكره تتكسف، بعد ما تخش الجامعه تتكسف، طول عمرك تفضل مكسوف، وفي الاخر هتفضل قاعد مكانك. يعني انت بص، طول ما انت مكسوف تفضل قاعد مكانك. والمشكله بقى ايه، ان عقلك اللاواعي بيصور لك حاجات متخلفه، اللي هو بقى انا هيقعدوا يتريقوا عليا اهو مش عارف ايه. طب ما انا اهو اول فيديو ليا يا برنس اهو هنزله اهو يا عم، مشاكل اهو، عادي عادي. ليه؟ انا بفكر قدام ان انا مثلا باذن الله مثلا لما اوصل 20 سنه، يعني باذن الله ايه، يعني هكون حاجه يعني. تمام. فانت بجد اتعلم حاجه دلوقتي، وانت برضو ما تفكريش ان انت بنت، فانا خلاص بقى ايه، انا بنت، يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه، لا انا بنت ماليش في الكلام ده. لا يا ماما، ما انتي لو فضلتي بالطريقه دي برضو، احنا كشباب، خصوصا في الفتره ديت، احنا بنسمع عشان واحد يفتح بيت 1.5 مليون و2 مليون، عشان تفتح بيت، انت تفتح شقه، تعمل لك شقه مش بيت كمان. فانت بتتكلم في ارقام كبيره. فانت ما تحلميش ان يجيلك واحد الماني واسباني، وان انا هيجيلي لحد عندي مش عارف ايه، الكلام دوت تنسيه.
تمام. ف جماعه ماشي، فانت عايزه تعلي الليفل دوت، عايزه كل فعلا الشباب فعلا تجيلك لحد عندك، والشباب اللي هي غنيه قوي او الناس اللي معاها فلوس ومش عارف ايه، انت لازم توصلي للليفل ده. انت بقى ايوه اعمل ايه؟ اتعلمي مهاره. او يعني معظم الناس دلوقتي مثلا البنات مثلا اللي شغالين فريلانسرز مثلا، اللي معاهم فلوس بجد، هل بيبصوا لحد مش معاه فلوس؟ لا طبعا، بيبصوا لواحد اغنى منهم. تمام. فلما لا فالغني هيبصلك، او انت لما تبقي معروفه او تكوني طبعا في البدايه طبعا تكون محترمه وكده هتكون، بس الكلام ده موجه اكتر للشباب اللي في سني، لان الراجل او الشاب هو اللي في الاخر ايه، هو اللي بيفتح بيت يعني. تمام. صدقني مش وقت كسوف خالص. ابدأ من دلوقتي، ابدأ دلوقتي. اعمل افتح اكونت على الانستجرام، ونزل فيها الحاجات اللي شارك فيها الحاجات اللي انت بتحبها، شارك فيها الحاجات اللي انت اتعلمتها. عندك شغف معين دور عليه، ما تبطلش، ما تتعبش، ما توقفش. مش وقته خالص كسوف. تاني ذاكر، وبرضه فضي نفسك وقت بالليل ان انت تبدا تعمل حاجه انت تحبها وتسعى في الحاجه انت بتحبها، حتى في الثانويه، حتى في جامعه، حتى لو في اي سنه دراسيه. صدقني لو ما بداتش من دلوقتي مش هتبدا بعدين بجد يعني. حط الموضوع ده في دماغك. انت هتقعد تحجج ب50,000 حجه، ابدا دلوقتي، مفيش حجج. يلا. انا ويا جماعه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس كده تمام يعني. لو المحتوى عجبكم كده ممكن تقولي مثلا اعملوا فيديوهات عن كذا عن كذا، وباذن الله يعني ايه هنبدا ننزل المحتوى باذن الله قدام يعني ان شاء الله ايه كويس يعني. سلام.